للجميع. اليوم غنتكلموا على بوجمعة العملي صاحب أول ورشة خزف في المغرب سنة 1918. تولد بوجمعة العملي في 1890 ميلادية، وهو قبيلي من تيزي وزو، وتخرج من كلية الفنون الجميلة في الجزائر العاصمة، وكذلك من مدرسة السيراميك في باريس، قبل ما تستدعي سلطات الحماية الفرنسية في المغرب تحت قيادة الماريشال ليوطي، وذلك من أجل تنمية فنون الخزفيات والسيراميك في أسفي، اللي استقر بها ونشأ أول ورشة في المغرب لتعليم فنون السيراميك والخزفيات. كما أن بوجمعة شارك سنة 1922 في معرض باريس، حيث نال الجائزة الأولى على التحف ديالو. كما أن بوجمعة العملي قابل سلطان المغرب محمد الخامس بزاف د المرات، وعطاه محمد الخامس عدة أوسمة ملكية رفيعة. توفى بوجمعة العملي سنة 1971، وكيتعتبر بذلك هذا الفنان التشكيلي من الأمثلة البارزة عن التراث المشترك اللي كيجمع بين الجزائر والمغرب فيما يخص الحرف التقليدية. هذا ما هو إلا تعريف صغير بوجمعة العملي وعلى شنو كانت كيدير في المغرب، خصوصا في أسفي.